السلام عليكم متتبعي القناة، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نحضر معكم طويجين ديال القنية. كيجي غزال ومعلق. فعندي هنا القنية قطعتها قطع، وعندي هنا 3 ديال البصلات مشلضين، 3 البصلات يكونوا كبار. فخديت بصيلة وحدة شلطتها رقيق، والباقي درتو دوائر. عندي هنا كاس صغير ديال الزيت البلديه، ربيع قزبر ومعدنوس. وبالنسبه للعطريه الملحه والابزار والخرقوم وسكينجبير والعطريه ديال الدجاج. فغادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ الطويجين ديالنا، غادي ندير فيه الملح. فدرت غير شويه حيت ديجا غسلت القنيه بالملحه، ما كثرتش حتى الاخر. وغادي نذوق الى خاص غادي نزيد واحد شويه. درت سكينجبير، الخرقوم، الابزار والعطريه ديال الدجاج او المروزيه ديال الدجاج، كتعطي فيها واحد البنه غزاله. درت ربيع قزبر ومعدنوس، و4 ديال الضروس ديال الثومه، حكيتهم مزيان. وعندي هنا تقريبا شويه ديال زعفران شعره، حتى هو كيعطي فيها واحد المذاق هائل. واخر حاجه هذيك راه العطريه ديال الدجاج اللي ضفت في اخر حاجه. زدت شويه ديال الماء وخلطت هاد العطريه هذه مع داك شويه ديال الماء غير باش تعطينا واحد لاصوص اللي غادي نشرملو فيها هاد الدجاج ديالنا. وغناخدو كل طريف طريف وغادي نشرملوه مزيان، وغادي نخليوه من بعد ما غادي نشرمل هاد القنيه ديالي كامله. غادي نخليها تشرب هاد العطريه هادي واحد تقريبا ساعه ديال المكانه اللي مزروبه، يخليها غير نص ساعه. المهم انا خليتها تشربت لي هاد العطريه مزيان، ومن بعد ضفت ليها هذيك البصيله اللي شلطت، قطعتها قطع صغيره. ضفت ليها غير داك الكميه، والكميه الاخرى غنخليها حتى من بعد. غنديرها على البوطه، نضيف ديك نص كاس ديال الزيت مخلط بين البلديه وزيت الروميه، ودرتها على البوطه حتى تشحرات. غنخليها حتى كتشحر لينا هاد البصيله هادي، وغادي نشوفوا واش تشحرات مزيان. غادي ناخذ واحد العويد ديال القرفه باش كيعطينا فيها حتى هو واحد المذاق غزال. وغادي نبدا نستف هذيك البصيله اللي قطعت دوائر، غادي نستفها كامله حتى كنغطي هذاك الطويجين كامل. فواخا تبان لكم راه كثيره، راه ما غادي غير مع السخونيه غادي تذوب، وغادي تجي غادي تخلي ديك المرقه معسله ومدغمره. صافي كنستمر. انا هنا درت الخليط بين البصله البيضاء والحمراء، كنستفهم كاملين حتى كنغطي كاع ديك اللحيمه اللي عندي. فغير جربوا هذه الطريقه هذه، راه كتجي بها قنيه خطيره، راه كتجي فيها تتجي بنينه وكتجي ديك المرقه خاطره ومعلكه، مع حتى داك العويد ديال القرفه كيعطي فيها واحد المذاق غزال. مع في الاخر غادا غنزيد الزبيب، وراكم عارفين الزبيب كيتواتى مع القرفه. هنا بعد ما ساليت التستاف ديال البصله،
زدت كمية ديال الزبيب، انا عندي هنا غير كمية قليلة شوية، اللي عنده كتر يدير كتر، انا اكتفيت غير بداكشي اللي عندي في الدار. وغادي نجيب واحد المرحله اللي مهمه في الطياب ديال القنيه، هي كتاخدي هاد بابي سولفيريزي او ورق الطبخ، غادي تجيبيه وغادي تغطي به كاع ديك، تعطي به داك هذاك الطويجين، وغادي تسدي عليه، فهكا كيخلي الطاجين تيطيب دغيا. وها هو الطويجين ديالي بعد ما طاب، هانتوما كما كتشوفوا هذاك البصله راه دابت وتعلكات. كنتمنى الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم، واللي عجبو الفيديو ما ينساش يبارطاجيه. فقدمت هاد الطويجين ديالي مع خبيز ديال الدار باقي سخون، وبالصحه والراحه. وما تنساونيش، ما تنساوش لي لايك، كثروا من لي لايك، وحتى لي ديزلايك كثروا منهم. مرحبا بكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.